هنا في قلب جبل طيبة الغربي يقف معبد الدير البحري شامخا، معبد الملكة حتشبسوت، أحد أعظم الملكات في تاريخ مصر القديمة. يتدرج البناء على 3 مصاطب متكئا على الجبل، في انسجام نادر بين المعمار والطبيعة. من هذه الساحة الواسعة يبدأ الزائر صعوده نحو قدس الأقداس. تصطف الأعمدة على الجانبين، وتزين الجدران تماثيل أوزيريس، رمز البعث والحياة الأبدية، وكأنها تمهد للقاء المعبودة الحية حتشبسوت. تحكي هذه النقوش أعظم إنجازات الملكة، رحلة بلاد بون، حيث أرسلت سفنها لجلب البخور والأخشاب والحيوانات النادرة. نقش تاريخي يظهر ذكاءها وقوة نفوذها. في هذا الطابق تظهر الملكة وقد تجسدت في هيئة الإله أوزيريس، لتعلن أنها لا تحكم فقط كفرعون، بل كإله حي على الأرض. في عمق الجبل داخل قدس الأقداس كانت الطقوس تقام للإله. هنا اختلطت القداسة بالحكم، وأثبتت الملكة أحقيتها بالتاج أمام الآلهة. أما هذه النقوش فتسجل قصة ميلادها الإلهي، حيث جاء الإله بنفسه ليبشر بمولد الملكة المختارة، لتكون فرعونا بمشيئة السماء. وفي ليل الصحراء يبدو المعبد كأنه يحرس أسرار آلاف السنين، يهمس للحجارة بحكايات ملكة تحدت تقاليد عصرها، وخلدت نفسها بين الخالدين.